بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهارده بقت حاجات العيد، القرص المبسوسه. اللي مش هيعمل كحك مثلا يقدر يعمل القرص المبسوسه دي، بتبقى جميله جدا. هنا عندنا كيلو دقيق، عليه معلقتين سمسم محمص ومعلقتين سكر ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده عندنا نص كيلو سمنة اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نقلب العجين الدقيق مع السمنة لحد ما نبسها خالص، لحد ما الدقيق كله يشرب السمنة زي ما انتوا شايفين كده. لازم الحركة دي يا جماعة علشان هو ده اللي بيخلي القرص مبسوسة وناعمة وجميلة. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. انا هعمل المقدار كله زي ما انتوا شايفين. انا عملت النهاردة في كيلو دقيق. اللي حابب يزود يا جماعة يزود براحته ويزود باقي المقادير. هبدأ ان انا ابدأ افركها كلها كده وابسها زي ما بيقولوا اهو. زي ما انتوا شايفين كده. انا لسه ما حطيتش سوائل خالص يا جماعة. السوائل لسه في الاخر. هنا معلقتين خميرة. الكيلو بياخد معلقتين خميرة وكوباية مية دافية. هبدأ احط اول كوباية بعد ما قلبت الخميرة كده زي ما انتوا شايفين. هحط اول كوباية وبعد كده لم. وبعد كده هشوف العجينة لو ما لمتش معايا هحط شوية مية كمان. والمية يا جماعة لازم تكون دافية علشان الخميرة تتفاعل معاها زي ما انتوا شايفين كده. واتفقنا برضو ان احنا مش بنعجن. انا بلم هنا العجينة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تلم معايا وتبدأ تتعمل كورة. ما زودش يا جماعة في المية علشان المية هتنشف العجينة. انا حباها مبسوسة فهحط مية على قد بس العجينة ما تلم مني اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل مع بعض اختبار العجينة. هاخد حتة كورة زي ما اتعودنا وبعد كده هلفها على ايديا واشوف اهو كده شققت. احط لها بق مية كمان. هو بق مية يا جماعة يعني معلقتين كده. يبقى هي العجينة كيلو دقيق خد كوباية مية ومعلقتين اهو يا جماعة. وخلي بالكم ما تزودوش مية كتير عشان ما تنشفش. وطبعا على حسب الدقيق اللي انت بتستعمليه. في دقيق بيقبل المية وفي دقيق ما بيقبلش مية كتير. فانتوا تحطوا اول كوباية وبعد كده لو حبينا نزود معلقة معلقة مش كتير. هنا كده لمت معايا يبقى خلاص هنبدأ نشتغل ونسمي بسم الله. هلم انا العجينة هنا وهبدأ اشتغل معاكم. انا النهاردة هحشيها عجوة علشان انا عملت لكم الكحك بالملبن، فهعمل هنا القرص ديت بالملبن. هنا العجينة هي يا جماعة. هبدأ ان انا اغطيها واغطيها بفوطة وبعد كده اسيبها نص ساعة لمدة ما تختمر ونرجع تاني كده. بعد الاختمار يا جماعة كده خمرت بعد نص ساعة. وعندي ده العجوة. انا حطيت فيه معلقة سمنة وهرسته بايديا علشان يبقى طري في العجينة بعد السوى. وبعد كده كورته كور كده وبحط العجينة وفيها كورة وبفردها كلها علشان بعد كده تملى العجينة وتبقى مليانة في العجينة كلها. لما افرد القرصة تبقى القرصة كلها واخدة معايا عجوة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا هعمل قرصة معاكم اهي علشان انا النهاردة هعملها بالمنقاش. بعد ما نعملها كورة نبططها كده يا جماعة. اللي عايزها مدورة كده ماشي. انا هوريكم شكلين. دي مدورة وفي شكل تاني هوريهولكوا برضو. اللي حابب يعمل ده اللي حابب يعمل ده ده متاح وده متاح على ذوقكم انتوا. اللي يعجبكم اعملوه بإذن الله. برضه هنحط عجينة وفيها كورة عجوة وبعد كده نفردها ونبططها كده. وبعد كده هجيب معايا سكينة وهقسم القرصة ديت على نصين زي ما هتشوفوا دلوقتي في الصورة اهو يا جماعة. اهو كده قسمتها على نصين وبعد كده اهو شايفين العجوة مالية العجينة ازاي كده. بقى اللي يجي ياكلها يلاقي العجوة كلها في العجينة مش حتة فيها وحتة ما فيهاش. بعد كده هجيب المنقاش بتاعي وانقشها كده علشان اديها شكل
علشان يبقى شكلها جميل وحلو والأطفال يحبوها، ويبقى مديها شكل جميل. والشكل ده بيفضل فيها يا جماعة حتى بعد ما تدخل الفرن. هبدأ أنا أعمل كل الكمية وأحطها في الصاج، وبعد كده هسيبها تختمر، وبعد كده هرجع لكم. كده يا جماعة وزي ما انتوا شايفين والسمك بتاعها كده انا مليت الصاجان كلها. بعد كده ده اختمر يا جماعة. بعد ما اختمر برضو خد نص ساعة تخمير، وبعد كده هبدأ احطه في فرن، والفرن يكون سخن برضو قبليها. وبعد كده هجيبها بعد ما تطلع من الفرن بإذن الله. كده يا جماعة بعد ما طلعت من الفرن شايفين بسم الله ما شاء الله وشها عامل ازاي اهو يا جماعة. وشها ومن تحت حلوة برضو اهو، شايفين اللون، شايفين الطراوة بقى ناعمة جدا، والعجوة طرية جدا اهو. بألف هنا وشفا يا جماعة، جربوها وان شاء الله هتعجبكم وتعجب اولادكم. وكل سنة وانتم طيبين. عملنا كل نواعم العيد مع بعض يا جماعة، ودي الكمية كلها كيلو دقيق. هتشوفوا عمل لي قد ايه اهو الكمية، وبسم الله ما شاء الله السوا حلو جدا جدا وطعمها روعة. جربوها وكل سنة وانتم طيبين. عايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين وولادكم طيبين وبخير، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، والنواعم بتاعتنا تكون عجبتكم. معانا فيديو جديد بإذن الله، يا رب كل فيديوهات تكون بتعجبكم. اهو يا جماعة شايفين من جوه هشة وحلوة ازاي يا جماعة، ومبسوسة جدا ناعمة جدا. اللي مش حابب يعمل كحك يعملها ويجربها. وكده الفيديو يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.